السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معي فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الصابلي بمناسبه عيد الاضحى الكريم. بهذه المناسبه كنقول لكم عيد مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. هنايا عندي 20 عجينه ديال الصابلي، خدمتها باللوز وزبده سبيسيال، خرجت منها 4 ديال الشكيلات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو مباشره باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي 200 غرام ديال اللوز اللي سخنته وطحنته بقشورو، عندي 4 البيضات، عندي 2 كيسان ديال السكر سنيده، عندي 2 اكياس ديال السكر فاني، عندي واحد الفلون كراميل، عندي معلقه كبيره ديال الجليكوز، عندي 500 غرام ديال الزبده سبيسيال، 2 كيسان ديال الزيت، وقبيصه الملح والدقيق تيبقى على حساب الخليط، يعني كل وحده وشحال غادي يهز لها ديال الدقيق. هنايا خديت واحد البول كبير اولا واحد الاناء كبير فاش غادي نخلط الصابلي. عندي هنايا 500 غرام ديال الزبده سبيسيال، تكون بحراره المطبخ باش تخدم لينا بسهوله ما تعذبناش. غادي نزيد معاها 2 كيسان ديال السكر سنيده. هنايا كنفضل انني ندير السكر سنيده حيت كيعطيني واحد التقرميشه زوينه للصابلي. ضفت قبيصه ديال الملح، وغادي ندير 2 اكياس ديال السكر فاني، ومن بعد غادي نخلط المكونات كاملين باش يتخدموا ليا مزيان. وكيف ما قلت لكم، الاحسن ان الزبده تكون لينه، يعني تكون رطبه، تكون بحراره المطبخ باش تسهل علينا الخدمه ديالها. وصافي غادي نستمر هكايا كنحرك مزيان المكونات ونعجن الزبده اولا نخلط الزبده مزيان مع السكر سنيده. الزبده ما حتى انايا كنخلط فيها وهي كتزيد تطلق معايا، وحتى بالحراره ديال يدي يعني كتساعدني باش الزبده تزيد تطلق. ويعني كل ما تنضيفوا المكونات ويعني والزبده كتطلق معايا كيف ما قلت لكم. ومن بعد غادي نزيد 2 كيسان ديال الزيت، وغادي نستمر بهكايا كنخلط مزيان هكا غير بيديا تيتجانس ليا المكونات كاملين. وكيف ما قلت لكم ان كيف ما كتلاحظوا ان يعني الزبده كتزيد كتطلق معايا. صافي ونستمر هكايا كنبدا نحرك مزيان حتى يعني تولي عندي الزبده يعني على شكل كريمه. ومن بعد غادي نضيف 4 ديال البيضات، يعني 4 ديال البيضات كاملين، وغادي نستمر هكايا بالتحراك حتى يدخلوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. الصابلي يعني السر ديالو هو يعني يتخدم هكايا بشويه، ومكونات نضيفوها يعني شويه بشويه. والسر الثاني انه يعني نخليو الصابلي من بعد ما نجمعوه نخليوه يرتاح مزيان، عاد نخدموه به. ومن بعد هنايا ضفت اللوز اللي 200 غرام ديال اللوز اللي سخنته وطحنته، وواحد الساشيه ديال فلون كراميل، هي كتعطينا واحد النكهه زوينه. ونستمر هكايا بالتخلاط، نخلط المكونات كاملين. ومن بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال الجليكوز، وغادي نكمل بالتحراك. وفي الاخير غيبقى لي غير دقيق حتى هو غادي نضيفه بالتدريج في الاخير باش نجمع العجينه ديالي. هاد الصابلي كيجي لذيذ بزاف لانه مخدوم بالزبده سبيسيال مع اللوز. وبالنسبه يعني الاشكال ممكن نشكلوه كيف ما بغينا ونزوقوه كيف ما بغينا، المهم الاساسي هو العجينه. وهنايا من بعد وصلت المرحله ديال الدقيق، غنبدا نضيف الدقيق
شويه بشويه حتى نكمل الكميه كامله، اولا نكمل اولا غير التجميع ديال العجينه. يعني بالنسبه للدقيق تبقى على حسب العجينه القوام ديالها. صافي غنستمر هكايا تنجمع في العجينه شويه بشويه، ونحاول انني الدقيق ما نضيفوش كامل دقه واحده، شويه بشويه وانا كنجمع في العجينه. ممكن هاد المقادير يعني ممكن ديروا غير 250 غرام ديال الزبده، تنقصوا المقادير كامله. هنا العجينه من بعد ما جمعتها بحال هكا غادي نشكلها على هاد الشكل هذا، عاد غادي نقسمها للعدد، يعني العدد اللي بغيت على حسب العدد ديال الاشكال اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا انا راه درت كميه كبيره. كيف ما قلت لكم ممكن يعني ديروا نص ديال المقادير. هنايا غنقسمها على 3. بالنسبه لواحد الشكل غادي ننوع فيه غير الشكلاط، يعني واحده ندير فيه شكلاط ابيض وواحده غادي ندير فيه شكلاط كحل، وعاد الاشكال الجوج الاخرين غادي يكونوا مختلفين. خليكم معايا. صافي من بعد غادي نجمع العجينه بحال هكايا وغادي نخليها ترتاح مزيان. يعني كل ما خليناها ترتاح مزيان كل ما يعني تيجينا صابلي مزيان. صافي غادي نديرو في عندي هاد العجينه غادي نديرها في البلاستيك الغذائي وغادي نخليها في الثلاجه. ومن بعد غادي انا خليتها النهار كامل في الثلاجه، ومن بعد هنايا جبتها خدمت غادي نخدم بها. هو ملي فاش تجبدوها خليوها واحد شويه حتى تبدا تطلق شي شويه تخدموا بها. انا جبدتها هنا مباشره، يعني كتكون يعني الزبده يعني كتكون جمعات راسها مزيان. نتوما خليوها من الاحسن خليوها حتى تطلق واحد شويه عاد تبداو تخدموا بها باش ما تعذبكمش في التليك. انا هاد الكره الاولى عذبتني واحد شويه لانني جبدتها مباشره وبديت كنخدم بها. صافي غادي ناخذ هكا جوج بلاستيكات وغادي ندير في وسطهم العجينه وغادي نبدا ندلك. الطريقه راها باينه وسهله واي وحده راه كتعرف تدلك الصابلي. بالنسبه للصابلي الا كنتو بغيتو ديروا وحده فوق وحده يعني من الاحسن يكون رقيق بزاف، وإلا كنتو بغيتو ديروا غير وحده وتزينوها يعني تكون شويه مغلظه ما رقيقه. صافي من بعد ما دلكت غادي ناخذ هذا المربع هذا الشكل الاول كيف ما كتشوفوا هو اللي غادي نبدا نطبع هكايا العجينه كامله، ونحاول انني ندير وحده باش من يعني ما نضيعش العجينه بزاف. هو الصابلي اللي صعيب فيه هو انني يعني كتشكلي كتحيدي العجينه وكتولي يعني تكون لك عجينه واحده اخرى من جديد. داكشي باش قلت لكم يعني حاولوا تستغلوا العجينه كامله ما تضيعوش بزاف باش دغيا تساليوها. صافي وغادي نبدا هكايا نحيد العجينه وغادي ناخذ واحد اللاطه غندير عليها ورق الزبده باش ندخلها الفران. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح وشكيلاته يعجبوكم، وممكن تختاروا الشكل اللي تيعجبكم وتذوقوه كيف ما بغيتوا. كيف ما قلت لكم المهم هو العجينه هي الاساس. وهاد العجينه ديال الزبده سبيسيال مع اللوز كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تكون هي المعتمده تولي هي المعتمده عندكم. انا من بعد ما عمرت لاطه كامله غادي ندخلها الفران. الطريقه ديال الطياب تكون على يعني عافيه تكون مهيله، والصابلي ما نخليوش يتحمر بزاف يعني شويه يلا كيطلع يعني تيولي ذهبي واحد شويه صافي كنحيدوه. وهنايا غادي ندوز معكم للشكل الثاني. هنايا من بعد ما طلقت العجينه غادي ناخذ يعني هذا الشكل هذا وغادي نبدا نطبع العجينه كامله. حتى هاد الشكل تيجي زوين في المنظر. صافي غادي ندير الشكل والشكل كيجي بحال هكا حتى هو هكا. غادي ناخذ لاطه وغادي نبدا نستفو في اللاطه ديال الفران وندخلو في الفران يعني نفس الطريقه ديال الطياب. صافي هنا غادي ندخلو الفران وغادي ندوز معكم للشكل يعني الثالث.
الشكل الثاني يعني غادي ندير منه جوج اشكال، وهذا الشكل الثالث عاوتاني قطعته على شكل شميشه وخديت واحد الدائره باش حيدت لها داك الوسطاني ديالها. وهنايا خديت اللوز ايفيلي اللي خلطته مع الناباج ودرته فوق البوطه حتى تطلق مزيان، والزبده يعني درت اللوز ايفيلي والزبده والناباج. ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله نشارك معكم الطريقه. وغادي نبدا نهز هكا كميه صغيره ونبدا نديرها هكايا في هذوك يعني دوك الفراغات ديال الشميشه، يعني الطابع ديال الشميشه. من بعد ما طبعتها وعاد خديت واحد الدائره صغيره كيف ما يعني اي حاجه عندكم في الدار، يعني ممكن تحيدوا بها ديك الدائره الوسطانيه، هي اللي غادي هي اللي تعمروها بهكا بهذا الخليط ديال اللوز ايفيلي والناباج والزبده. وغادي نستمر هكايا هاد الشكل هذا باش زوين، يعني كتزينوه دقه واحده وكتدخلوه للفران. كيجي لهذا الشكل هذا صافي غادي ندخلوه للفران، وكتبقى الطريقه ديال يعني الطياب هي بحال الاشكال الاولى. ومن بعد غادي ندوزو دابا للمرحله ديال تزيين الصابلي. هنايا الصابلي الشكل اللي درت معكم مربع، يعني هذا هو القياس العبار ديال الطياب. وهنايا الشكل الاخر اللي درت هاد الوريدات هادو. ودابا غادي ندوز باش نزينهم. بالنسبه لي هكا باش صايبت الكراميل، عندي كاس ديال العسل اللي درت معاه 7 ديال الحبات ديال الشكلاط ابيض ودرتهم فوق البوطه حتى دابو. وبالنسبه هنا للشكلاط خديت هاد المربعات هادو، يعني المول ديال الشكلاط اللي عندي هاد الشكل المربع. ممكن تختاروا اي شكل اللي يجيكم نتوما واللي كتختاروا. والطريقه راه سهله، كندوبوا الشكلاط كنديروه في القوالب ديال الشكلاط وتندخلوه للثلاجه، ومن بعد كنحيدوه. الطريقه راه سهله. وبالنسبه للتزيين كناخذ هكا حبه ديال الصابلي كندير فيها الكراميل اللي صايبت وصافي. من بعد ما كنديرو كنحط عليه المربع ديال الشكلاط. وهذه يعني الطريقه ديال التزيين راه سهله، كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين. وغادي نستمر هكايا على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الصابلي ديال الشكل الاول. كندير هكايا غير كميه صغيره ديال الكراميل في الوسط، وغادي ندير فيه هكايا المربع ديال الشكلاط حتى الشكل ديالو تيجي زوين. وغادي ندوز للشكل الثاني ديال الورده. هنايا عندي غادي نلصقو بالعسل. عندي هنايا الشكلاط الكحل والبيض درتهم في هاد المولات الدايرين، ودرت لهم زينتهم باللوز والزبيب. وبالنسبه للبيض درت فيه حبه ديال نص لوزه واللي فخوي كونفي، ودرت ليهم الخشخاش مع حبه ديال الزبيب. يعني حتى كديروا تكبوا الشكلاط عاد كتزينوا من فوقه، عاد كديروا اللوز واللي فخوي والخشخاش. وكناخذوا هكا حبه ديال الصابلي وكنديروها تندهنوها بشويه ديال العسل ونزينوها هكا بالشكلاط. بديت بالشكلاط الابيض وهكا من بعد عفوا الشكلاط الكحل ومن بعد الشكلاط الابيض باش نوريكم هكا الطريقه كيجي المنظر ديالهم زوين. وغادي نستمر حتى نكمل الكميه عندي كامله. وهادو هما الشكيلات ديال الصابلي. تيجي الشكل ديالهم زوين، تيجي المذاق زوين، المنظر زوين. هنايا عجينه وحده خرجت منها 4 ديال الشكيلات. بالنسبه للشميشه يعني كنزينوها في خضره وكندخلوها للفران. كنتمنى الوصفه ديال الصابلي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.